السلام عليكم. ده احلى والذ رز بلبن بوش مكرمش، طعمه كريمي وخطير. احلى واجمل كتير من اللي بنشتريه من المحلات. هنعمله مع بعض باسهل وابسط طريقه، والسر كله انك تلتزمي تمشي بنفس الخطوات اللي هقولك عليها. بس لو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في الصفحه وتنوريني، اكيد هتلاقي وصفات حلوة كتير هتعجبك وتفيدك. وما تنسيش تحفظيها وتشيريها على صفحتك وعلى صفحة كل اصحابك عشان اكيد هتحتاجيها. ولو عجبتك وصفة النهاردة ما تنسيش اللايك وتعليق عشان يوصلك منا كل جديد. ويلا نسمي بالله ونشوف عملت ايه. حلة على النار فيها 4 كوبايات من المية العادية من الحنفية، كوباية الا ربع من الرز المصري المغسول ومتصفي بس، مغسول فقط مش منقوع. هنزل بيه على نار بين المتوسطة والهادية مع التقليب المستمر لحد ما يستوي 3/4 تسوية. معايا لتر من اللبن لسه شارياه من اللبان، يعني مش مغلي قبل كده، يا ريت يكون كامل الدسم. حطيت له كوبايه من السكر ومعلقتين من اللبن البودره ومعلقتين من الكريم شانتيه، قلبتهم ونزلت بيهم على الرز. بعد ما استوى 3/4 تسوية، النار هنا هاديه جدا زي الشمعة، يفضل يغلي كده حوالي ربع ساعة مع التقليب المستمر لحد ما القوام يتقل معانا بالشكل ده. معايا معلقة كده من وش اللبن أو الكريمة اللباني، ودي اختياري زودتها. معايا كوباية من اللبن الساقع حطيت عليها معلقتين كبار من النشا، هقلبه مع البارد وانزل بقى على اللبن بتاعي. هستمر كده في التقليب من 5 ل8 دقايق لحد ما القوام كله يتجانس مع بعضه. هحط رشة كده من الفانيليا وهبتدي اجهز الاطباق. ولازم مع كل طبق بتغري فيه تقلبي كده الرز بلبن بتاعك، وبعدين هتسيبيه بقى على الرخامة من 4 ل5 ساعات زي ما هو، ما تحركوهوش. بصي الحلة بقى طالعة نضيفة ازاي، مفيش اي حاجة لازقة. هاخد الرز بلبن اللي في البريم ده هحطه تحت الشواية، وبصي بقى القوام طالع كريمي ازاي وتحفة بمجرد بس ما سبته 5 دقايق. وتعالي بقى اقولك على سر الكرمشة البسيط اللي مفيش اسهل منه. السر كله ان انتي بعد ما تغرفي الاطباق بتاعتك هتسيبيه من 4 ل5 ساعات على الرخامة زي ما هو، ما تحركوهوش. بعد كده هتبتدي تغطيه وتدخليه التلاجة. بس كده. تاني يوم بقى طلع معايا بالجمال دوت. بصي الوش بتاعه مكرمش ورهيب، قوامه كريمي تحفة. تاني يوم بقى هتلاقي المطة بتاعته حلوة قوي زي اللي بتاكليها في المحلات. طعمه هو شكله زي بتاع بره بالظبط، ويمكن احلى وانضف لانك عاملاه في البيت. ضامنه كل مكوناته، واوفر كتير كمان لان كل مكوناته في البيت. هتعمليه بمنتهى السهولة. اهم حاجة تسيبيه من 3 ل4 ساعات على الرخامة، وبعدين تبتدي تغطيه وتدخليه التلاجة، وسيبيه برضو في التلاجة كام ساعة كده، وبعدين كلي منه بقى. زيني بقى بمكسرات بزبيب وجوز هند، حطي عليه بسبوسة، حطي عليه ايس كريم، كليه بالطعم اللي يعجبك. بإذن الله هيعجبك ويعجب الولاد. ولو عجبتك بقى وصفة النهاردة ما تنسيش اللايك والشير وتعليق لو بحرف يرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ويستفيد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.